السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة ان شاء الله. النهاردة معاكم روتين في تنظيف الشقة اللي تحت. احنا ما جربناش للشقة دي خالص خالص خالص. في البداية بحب اشكر كل الناس اللي معانا على القناة والناس اللي دخلت جديد. بحب اشكرهم جدا على التفاعل والكلام الجميل والكلام الطيب اللي بنسمعه واللي بنشوفه. بشكركم جدا واتمنى دايما الدعم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي ما يعملش لايك يعمل. عاوزين نوصل لأبعد مدى معاكم ان شاء الله. احنا من يوم ما جينا ما نزلناش الشقه دي واشتغلناش فيها خالص. يعني كنا بنخلص الشغل بتاعنا اللي هو اللي بنقعد اللي احنا قاعدين فيه. طبعا الشقه اللي فوق لازم تتنضف من التراب والعفره اللي كانت فيها، والحمد لله نضفناها معاكم برضو. كل حاجه فوق عملناها، والسطح اتنضف معاكم والجنينه اتنضفت معاكم، والحمد لله والشكر لله. كل حاجه اتنضفت، ما كانش فاضل الا الشقه. فاحنا النهارده ان شاء الله معاكم هنبدا نشتغل في الشقه دي. نشتغل فيها يعني على قد ما نقدر نشتغل يعني. خليكم معانا وشوف احنا نعمل ايه. بس اللي ما عملش لايك يعمل، واللي ما عملش اشتراك يشترك، ويلا بينا نبدأ نشوف هنبدأ منين. احنا دخلنا طبعا دي الصالة فيها الحاجات بتاعت الشغل. انتوا كلكم كنتوا عارفين الفرن ومكان الشغل يعني بتاعنا اللي هو كان الطبليات والحاجات. يعني انتوا كنتوا عارفين المكان دي كان في ايه، شفتوه كذا مرة. والأوضة ديت دخلناها برضو كان فيها حاجات شغل. شايفين دي اللي يمكن كان كركبه شويه، لان كان في كنب محطوط تحته الحاجات دي، واحنا شلنا الكنب عشان الركنه اللي وديناها البلد. فدخلنا شلنا الكنب فوق حطيناه في الصاله، فدي كان تحت الكنب كله. هنشيل كل الحاجات ديت بره ونروج المكان، وخليكم معانا. طبعا المطبخ اهو، المطبخ برضه عاوز شغل يا جماعه. بصراحه المطبخ احنا كنت عاوز اعمله بس ما قدرتش اعمله، لان عاوز شغل، فيه شغل كتير، فيه مواعين، في حاجات فعاوز يتشال يعني. احنا هنبدأ ان المكان ده لما بتنضف بيبقى شكل جميل بصراحة يعني. هنبدأ نشيل الحاجات اللي لها لازمة هنخليها، والحاجات اللي مش لها لازمة نرميها. دي الحاجات دي بتاعت الشغل بتاعنا. العلب اللي هي البلاستيك اللي بنحط فيها القشطة، بنحط فيها الجبنة القديمة، بتحط فيها الحاجات دي كانت موجودة برضو تحت الكنبة. دي شلناها، هنشيلها نحطها في جنب ونعينها. طبعا الحاجات دي كلتها هتترجع في المكان ده تاني، بس بعد ما تنضف، لان المكان ده مكان لا بيتقفل خلاص، مكنون يعني بمعنى اصح. وبيبقى مش فيه غبره كتير وعفر، بيبقى من الشباك مقفول فمبقاش فيه عفر كتير. بنلم كل حاجه ديت اطباق اللي هي الفل دي. يا جماعه مش تنسوا اللايك والاشتراك، اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك. هنبدا نخلي كل حاجه في الاوضه نخليها خالص مش فيها اي حاجه غير التلاجة بس. شايفين بنشيل كل حاجه، نشيلها. حاجات كانت محطوطه تحت الكنبه فما كناش واخدين بالنا يعني ايه. دايما حاجه محطوطه تحت الكنبه دي معروف ان هي متداريه وخلاص، فما بنرضاش نشيل ونحط فيها عشان خاطر برضو البهدله دي. ده حاجه الفراخ، ربنا يرجع ايامكم على خير. الحاجات دي ناخدها البلد، حاجه الفراخ ده ناخدها مع البلد عشان ان شاء الله نبقى نربي هناك دوره ولا حاجه. لان هنا طالما الامور بقت هنا مفيش دورات، فهنشوف ويمكن نعمل دورات. لان بصراحه في ناس كلمتنا على شغل النهارده، شغل الزبده، فهنحاول نأمن زبده كده للناس اللي هتعوز برضو. يعني والله في ناس كانت مكلماني من فتره، وبعدين قلت لهم ان شاء الله بس ما اروح العاشر، وكلموني النهارده تاني. وان شاء الله باذن الله يعني اسبوع 10 ايام كده عما نبدا يعني عمار يجي هنا ونبدا نعمل الزبده باذن الله. فلو هنعمل اوردرين ولا حاجه ولا 3 متاح يعني باذن الله، اللي عايز متاح. بس اللي هيعوز زبده يموس بس يا جماعه. انا مش هشتغل في البجري، لان البجري بصراحه من الشتاء وهي كانت جله خالص، مش كانت موجوده. مش عارف الايام ديت يعني. هسأل لسه كده اشوف في لبن بجري ولا مفيش، ولا الدنيا ماشيه ازاي. خلينا في شغلنا. احنا الوقت بنجهز ونشيل كل الحاجات اللي موجوده بالحاجه اللي انا عايزها بحطها مكان ان انا اشيله فيه، والحاجات اللي انا مش عايزها بحطها في الكيس ده، لان الكيس ده اللي هيترمي. ارمي يا عم، يلا ارمي يا عم، ارمي يا عم.
مش فيها حاجة. ايوه. احنا هنشيل دي الجير يا جماعة، دي الجير المطفي اللي هو اللي كنا بنحطه تحت الفراخ. وفي شكارة برضه، وفي شكارة تبن او شكارة انشارة محطوطة برضه في نفس الأوضة، لأن أنا كنت حاطط لي فراخ هنا شوية لما كانت بدأوا يتجالوا على بعض قبل ما نمشي، فكنت نزلتهم هنا العمار عشان مش يتبهدلوا فوق، والمكان كان ضيق، كان لسه الحمام موجود اهو المكان. شوف في حتى في حاجات مكان الفراخ، فدي اهو شايفين. هو المكان كويس يعني، شلنا كل حاجه بره، حتى شلنا العجان، شلنا كل حاجه، هي التلاجة بس، وكنت عايز اشيلها بس انا فضلت ان اسيبها. هنبدا نكنس. شايفين العفر بقى حاجه بسيطه، مش جامد، مش جامد زي الشبابيك اللي بره. اللي بصراحه يا جماعه المكان هنا انا هبقى اصور لكم مره مكان حوالينا كده في وقت هوا، هتشوف المكان صعب 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 يعني. بالذات في العفره في الغبره دي مش تعرف ازاي بتيجي ازاي. لان في رمل، وفيه اللي هو الرماد الاحمر دي، شايفين الرماد الاحمر دي بيرمى عفره كده، تحس ان انت اصلا مش عارف تقعد. شايفين عفره موت. في هوا، انتوا سامعين، يمكن سامعين الهوا فوق شغال، انا بسجل على السطح، فالهوا شغال فوق يعني بصراحه. مش عارف، احس ان انا في الشتاء، حاسس ان انا في الشتاء. انا كنت بقول الاوضه دي هتطلع معايا حاجات كتير، كنسه كتيره كده وعفر كتير، بس ما شاء الله يعني الامور بسيطه يعني. انتوا عارفين انا يعني قال لكم الاوضه ديت يعني بتتقفل، بتبقى مكنونه عن مثلا الصاله وعن الاوضه اللي ورا اللي هي ما عملتهاش لسه، الاوضه اللي احنا مسمينها اوضه عمار. دايما في كل شقه عندنا كده اوضه عمار معروف، حاطين فيها السرير وكل حاجه يعني. شايفين الرماد عامل ازاي. شفت الرماد الناعم ده، دي مشكله لما تحس ان هو عامل غزو في البيت. يا موحة، يا موحة، وجودك يا موحة مختلف، والله وجود موحة في البيت مختلف مختلف مختلف. ما نعرفش احنا من حتة البيت دي لازم تكون في موحة، احنا ما نعرفش نعمل حتى كل حاجة هي بتعملها بتبقى حلوة، بتيجي في المكان بتخليه ينور، سبحان الله. ربنا يا رب يشفيها ويعافيها ويديها الصحة والعافية، ويشفي امي ويعافيها يا رب. احنا كده بنشيل المكان الفراخ يا جماعه يعني كده، ده كله رميت شويه الميه، رمينا الميه كده في الاوضه، نسيب ان تبوش الحاجات اللي فيها، عايز لما نيجي نمسح بالطريقه دي كده الحاجه تطلع معانا، الحاجه ناشفه، فلما رمينا ميه عليها بص ثابت من بعضها خالص. الاوض ديت البلاط بتاعها ما اتكسر يعني، فالبلاط مش مظبوط، فبتعمل نجره زي النجره اللي شايفينها انتوا حضراتكم دي نجره دي، شايفين من فوق وناشف وجاي في النص ونخ. دي فرشه كده اللي هي السلك يعني، الحاجات اللي فاضله فيها بسيطه كده بنشيلها علشان خاطر. والبلاط برضو نوع قديم كده بس مش. دول الاوضه اللي كنا عايزين نعملها مطبخ يا جماعه، دي الاوضه اللي كنا عايزين نعمل مطبخ، وموحة كده عايز تعمل مطبخ، بس رجعنا تاني قلنا بدلها نعمل في البلد شغل بلاش نخلي هنا مطبخ. اه خلصنا احنا، سيبنا التانية بقى يعني رشيناها ميه تاني، الاوضه التانية رشيناها ميه تاني وسيبناها على ان تكون ايه يعني كل الحاجه اللي فيها باشت. وهنشيل الميه وهنرجع. احنا جينا بقى الصاله، روجنا الصاله برضو وشلنا كل الحاجات اللي فيها، كان فيها الطبليات وكان فيها الحاجات اللي انتوا شفتوها شلناها بره كلها، والكنبه ديت ظبطناها كده وكنسنا تحتها وهنعملها برضو. وهنشيل الفرن، وهنشيل الفرن. الفرن ده يمكن يروح البلد ان شاء الله، هنوديه البلد. برضو مش فيها عفر يعني للدرجه اللي هي دي
الواحد يحس الحاجه لما تكون متكونه فوق بعضها تحس ان المكان هيرهقك. بس انت لما بتخلي المكان وتروجه وتيجي تكنس ولا تمسح وتبص تلاقي الحاجه بدات تظبط معاك. شلنا المكان الفرن من مكانه. بصراحه يا جماعه فرن الحشاشه دي بصراحه اللي صنعها معلم فرن لا يعلى عليه، لا يعلى عليه. الفرن دي انت تقفل الفرن انسى الحر اللي بيطلع منه، مفيش. انا انصح اي حد عايز فرن او بيستعمل فرن او هيستعمل فرن او بيستعمل الحاجه دي ده الفرن الحشاش ده المجلفن الاصلي. بصراحه متعه في الشغل بتاعه. خلينا في الشغل بتاعنا احنا. احنا كنسنا كده خلاص، هنوصل الكنسه لعند الباب وهنلم الكنسه وهنبدا بعد كده ان احنا نحط ميه ونبدا نشتغل بالميه. انا دايما يا جماعه الحاجه اللي بعملها دي زي ديت كده بروش مثلا جرد الميه في الاول في الارضيه واحاول امسح كل اركان المكان، ان انا ابوش المكان كله، لان ما ينفعش هنا ان انا اسيب املى المكان ميه وارشه. شايفين انا برش كده. دي الاوضه الثانيه. الاوضه الصاله رشيتها بس كده وسيبتها ان اي حاجه رشه بسيطه، لان البلاط متكسر فعامل فراغات بين الحيطه والبلاط، فانا لو مليتها ميه هيملى الارضيه من تحت البلاط ميه، فعشان كده انا ما بكترش ميه. عشان برضو اخواتنا اللي قالوا انت ما بتمسحش مش عارف ايه، لا احنا مش بنكتر ميه عشان خاطر البلاط ده مفرغ بينه وبين بعضه. يعني انت لو رشيت هيملى الارضيه ميه يبان لنا بره خالص ان هو راشح، البيت راشح، فاحنا مش عاوزين كده عشان ما حدش يتكلم ولا حاجه. اهو دي كده احنا هنلم الميه اللي فيها دي بعد ما خلاص. شايفين حبه الميه رشيتهم في الارضيه بتاعت الصاله، ببدا ارشهم واحده واحده، يعني كلتهم كده بتاع يعني جردل، اقل من جردل ميه رميتها فيها وانا بعمل في التانية على اساس ان يبوش اي حاجه فيه. شايفين البلاطه بسم الله ما شاء الله تبان على طول ان هي نظيفه. يا جماعه مش تنسوا الاشتراك في القناه والكومنت الحلو واللايك. احنا عاوزين الفيديو ده يوصل، انا نفسي الفيديو عندي يوصل مثلا 100,000 مشاهده، نفسي يوصل عندي مثلا 5000 لايك، نفسي ومن عيني. يوصل عندي فيديو 100,000 مشاهده و5000 لايك. الله عليكم لو تعملوها معايا. اتمنى كده. احنا مسحنا الحبه الميه اللي انا شلتها خالص الاولانيه، الحبه اللي انا رشيتهم الاولانيين خالص اللي هم اللي قلت لكم جردل. هنبدا بقى نمسك نجيب الجردل بالمعطر وبالشرشوبه ونبدا ان احنا نمسح الارضيه اهو. وانا مش معلم جوه في الموضوع ده، يعني مش استاذ فيه، بس على قد ما بقدر يعني. ما شاء الله الارضيه بتلمع وحلوه هي ومية مية. احنا حاطين في معطر في الارضيه برضو، لان الاوقات مثلا لو حد اخويا ايجا ولا حد من اصحابي هنا في العاشر ممكن اقعد تحت كده، قاعده تحت جميله برضو. احنا كده لسه تحت في الشقه اللي تحت فاضل الحمام والمطبخ واوضه اللي هي بتاعت عمار، وكل سنه وانتم طيبين كده. يبقى احنا كده خلصنا كل البيت ونبدا مرحله جديده باذن الله. مش تنسونا اللايك والاشتراك، وزي ما قلت لكم نفسي الفيديو يوصل ل 5000 لايك. هكون شاكر لكم جدا جدا جدا. هنشوف بقى الشكل النهائي دلوقتي. البلاط ده يا جماعه لو هو مش ساوي مع بعضه، لو يعني مثلا ميزان، كنت انا عملت الخرطوم ومليت المكان ميه وظبطته تظبيطه حلو. شفت المكان عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله بيلمع. حد بقى يتريق عليه ويقول ايوه يا عم. والله على قد ما اقدر احنا بنعمل، على قد ما بنقدر، بس عشان خاطر المكان يبقى كويس. بس برضه ارجع واقول ان وجود موحة في المكان، يعني موحة لو في المكان ده وهو حتى بتلاقيه منور، سبحان الله، ربنا ما يحرمني منها ابدا ويخليها لي. احنا بنحاول نقتبس منها شويه كده، نقتبس حبه صغار كده. شايفين ده كده الشكل النهائي بعد يعتبر ما نشف الميه والمشي في المكان. وهتشوف الاوضه برضه، شوف الاوضه عامله ازاي. شفت الحته اللي واطيه برضه فاضل فيها حته ميه صغار، لمت ما تعرفش جابت الميه منين، اهي هي اللي بتلمع دي. يا رب تكونوا استمتعتوا في الفيديو ونكون احنا جبنا لكم حاجه مفيده، واشكركم ومستني اللايك بتاعكم. السلام عليكم.